السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول في الجبر. طيب احنا ليه خلصنا حساب المثلثات وهننزل أول درس جبر ما دخلناش في الهندسة؟ هقول لك. احنا كنا ممكن نخش في الهندسة على طول وأشرح حاجة بسيطة في الهندسة، يعني أشرح جزء من الجبر في أول درس هندسة. بس انا فضلت ان احنا ناخد الجبر الاول بحيث ان احنا نبقى واخدين اي جزء هنحتاجه في الهندسه بتعمق وفاهمينه كويس جدا، عشان ما اجيش في الهندسه ضيع وقتك وكده كده هناخده في الجبر تاني. فاحنا هنبتدي النهارده بالجبر. هنمشي فرع الجبر مع الهندسه مع بعض، مش هنخلص واحد ونخش في التاني زي حساب المثلثات. لا، احنا خلصنا حساب المثلثات. احنا دلوقتي هنخش في الجبر. هنخلص اول درس في الجبر، بعد كده ان شاء الله هتلاقي اول درسين هندسه نازلين لك. ده يعني المفروض اللي هيحصل ان شاء الله. طيب اسم الدرس ايه؟ اسم الدرس حاصر الضرب الديكارتي اهو. طيب هتقول لي ايه ده؟ بص، دي حاجه انت كنت واخدها قديمه، بس زي ما انت عارف طبعا انا برجع لك على كل حاجه. بس كده. وفي فيديو النظام برضو هتلاقيه لو عايز تبص عليه، يعني هو 5 دقايق عشان يفيدك اكتر. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كده نبتدي. اول درس هو اسمه حاصر الضرب الديكارتي في الجبر. ايه حاصر الضرب الديكارتي ده؟ سيبك من حاصر الضرب الديكارتي دلوقتي. احنا هناخد اول حاجه يعني ايه الزوج المرتب. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. ده المحور دي الاحداثيات بتاعتنا. ده المحور الصادي وده المحور السيني. حلو حلو. طيب انا دلوقتي لو قلت لك ان احنا عندنا نقطه 2 و3، انا عايزك تكتبها لي. هتقول لي ايه؟ تقول لي والله انا رايح كده 2 صح وهطلع كده 3. بس دي بقى اسمها ايه؟ دي كده اهو اسمها الزوج المرتب. حلو، جميل جدا 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 جدا. طيب دي زوج المرتب. يعني ايه زوج مرتب؟ يعني دي نقطه. الزوج المرتب هو نقطه. اول حاجه فيها بنسميها الاحداثي السيني. تاني حاجه فيها بنسميها الاحداثي الصوتي. هتقول لي يا مستر هو ملهاش اسامي تاني؟ فاقول لك لا، ينفع يكون دي اسمها المسقط الاول ودي اسمها المسقط الثاني، ينفع يكون ده اسمها المسقط السيني والمسقط الصوتي. فالاسماء كتير انت بتفهمها وبتعرفها، بس يعني انت كده كده بتبقى عارفها. بس الاهم بالنسبه لي ان انا لما اقول لك ايه 2 و3 دي حطها لي هنا تعرف تحط. يبقى احنا تاني النقطه دي 2 و3 صح كده؟ صح. الاثنين دي عشان هتجيلك في المسائل يقول لك الاحداثي السيني، فانت تبقى عارف ان الاحداثي السيني ده هو الجزء الاولاني اللي هو اللي احنا بنمشيه هنا، والاحداثي الصادي ده هو الجزء الثاني اللي احنا بنمشيه لفوق. يبقى احنا عندنا السين ده تحت، فلما انا اقول لك 2 يبقى انت عارف الاثنين دي هي الاحداث السيني، يبقى انا همشي الاثنين دي هنا او كده ايا كانت تمشيها ازاي. وبعد كده 2 و3. طيب انت عارف ان الثلاثه دي الاحداث الصادي، الصاد دي فوق، يبقى انت بعد ما رحت الاثنين دي كده هنا تقوم طالع والله الثلاثه دي هنا. تمام؟ اعتقد ان دي كده بسيط. طيب لو انت بقى فهمتش كل ده تعالى يا عم افهمها لك على الرسمه بطريقه اسهل. بص يا صاحبي، انا دلوقتي لو قلت لك مثل لي بلاش 2 و3 4 و6 هتعمل ايه؟ هتقول لي والله 4 دي هي الاحداث السين، يبقى انا الاحداث السين ده همشيله كده اهو وهطلع 6 اللي هي هنا مثلا. حلو كده؟ اظن كده بقت بسيط. طيب هل ينفع اقول ان الف وب بتساوي ب والف؟ هتقول لي طب ما دي الف وب ودي الف وب، يعني انت كده جبت التايهه. طيب بلاش الف وب، خلينا نقول 3. بلاش 3 عشان انا اتشائمت من الرقم ده بصراحه. 1 و4 بتساوي 4 و1. الكلام ده صح؟ صح. اذا انت مقتنع ان الكلام ده صح فانا بنصح حضرتك، او مش بنصح حضرتك، حضرتك راجل ما بتفهمش ان شاء الله هتفهم، فركز بعد اذن حضرتك. ليه بقى؟ ليه؟ لان ده 1 و4 وده 4 و1. انا همشي كده 1 واطلع 4 غير لما امشي كده 4 واطلع 1. حلو حلو. طيب يعني ايه؟ يعني هاجي اقول لك ان الواحد ده هو رقم العماره بتاعنا، مفيش اسهل من كده. و4 دي هو الدور. انت يا قلبي او يا استاذ واستاذه يا اللي بتتفرج، انت دلوقتي لما بتيجي تروح بيتكم، بتروح على الدور ولا بتروح على العماره؟ اللي انا اعرفه ان اي انسان بني ادم انسان طبيعي بيجي بيروح على العماره وبعد كده يطلع على الدور، صح كده؟ صح. يبقى انت
بتشوف والله الاولاني ده رقم العماره، يبقى انا رقم العماره ده ايه؟ رقم العماره ده ما بيبقاش فوق وتحت، رقم العماره ده بيبقى في العماير اللي هي كده، لا ادي عماره ودي عماره ودي عماره ودي عماره ودي عماره ودي عماره. فانا بشوف انا عمارتي دي لا، دي لا، دي لا، دي يبقى انا هطلع الدور. انا ساكن في الدور الكام؟ الاولاني. طب ده الدور الاول، يبقى انا خلاص هنا. ساكن في الدور الرابع، يبقى التاني اهو والتالت اهو والرابع اهو، يبقى انا الاولاني لا، التاني لا، التالت لا، الرابع، يبقى انا هنا اهو. حلو، سيبك بقى من الهبل ده. تعالى نقول واحد واربعه. يبقى واحد ده ايه؟ رقم العماره بتاعتنا. انا رحت عماره واحد، استنى اما امسح لك الكلام ده. طيب احنا دلوقتي ادي واحد واربعه واربعه واحد، نزلت لك الدوشه اللي كانت في السبوره دي. بص يا فنان، انا دلوقتي عايز النقطه دي، الزوج المرتب ده اروح له ازاي؟ اروح له ازاي؟ هروح للواحد ده رقم العماره، يبقى انا همشي اهو. والله انا عماره واحد، هي دي طلعت قريبه. طب خلاص هقف فين؟ عايز اروح للدور، الدور بتاعي كام؟ الدور الرابع، يبقى انا هطلع كده اهو. اكيد ما تعمليش السهم ده، انا بوضح لك بس. يبقى هي دي النقطه. طب والله أربعة وواحد، أربعة ده العمارة، يبقى أنا همشي. هتقول لي بقى اطلع هنا أصل هنا في أربعة، لا أربعة ده الدور مالناش دعوة بيه، يبقى إحنا هنروح كده واحد اتنين تلاتة أربعة. اطلع بقى للدور، الدور أهو الواحد أهو بس. يبقى دي واحد أربعة ودي أربعة واحد. فهمت؟ فهمت؟ أعتقد كده سهل. طيب أنا دلوقتي لما أجي أقول لك واحد وأربعة، ألف بتساوي واحد وأربعة وب بتساوي برضه واحد وأربعة، هتقول لي هما دول كده بيساووا بعض؟ تقول لي لا ده الدور، لا هما كده بيساووا بعض. ليه؟ لأن الدور واحد، قصدي العمارة واحد، العمارة واحد والدور أربعة والدور أربعة بس. يبقى كده احنا فهمنا. طيب تعالى نحل ايه الكام سؤال دول كده. يلا بينا، يلا بينا. ماشي، هما 3 امثله بالظبط او 4 امثله. اول مثال بيقول لك س و2 بتساوي 3 و5. مش انا 3 و5 ازاي يا غبي؟ انا اسف يا جماعه، دي 3 و2. س و2 بتساوي 3 و2. حلو حلو. طيب هي دلوقتي الاثنين دي هي الاثنين دي، صح كده اهو، صح كده اهو. طيب انا دلوقتي السين دي بتساوي كام؟ هو مش انا قايل لك اداه في اتنين زوجين مرتبين نقطتين بيساووا بعض، يبقى السين زي السين والصاد زي الصاد؟ ايه ده انا ما قلتهاش؟ طب تعالى نقول عشان مش محتاج اقولها يعني. السين والاتنين، التلاته والاتنين، هما مش دول نفس النقطه؟ انت معاك 20 جنيه واخوك معاه نفس الفلوس اللي معاك، يبقى اخوك معاه كام؟ 20 جنيه. انت معاك جنيه واختك معاها، او انت معاك جنيه واختك معاها نفس الفلوس اللي معاك، يبقى انت معاكي كام؟ جنيه وهي معاها كام؟ جنيه. ما انتوا الاثنين زي بعض، يبقى الاثنين دي نفس يعني النقطتين دول هم نفس النقطه، صح كده؟ يبقى دي بتساوي دي ودي بتساوي دي، يبقى السين بتساوي 3 بس كده. يبقى لما يقول لك ان في نقطتين بيساووا بعض او زوجين مرتبين بيساووا بعض، اذا السين بتاعت الزوج المرتب الاولاني بيساوي السين بتاع الزوج المرتب الثاني، والسين بتاعت والصاد بتاعت الزوج المرتب الاولاني بتساوي الصاد بتاع الزوج المرتب الثاني. حلو حلو. طيب سين هلون لك اهو. هو بيقول لك ان ده بيساوي ده، والله ده بيساوي ده، يبقى السين بتاعت الاحداث السيني ده كده اهو، العماره بتساوي العماره والدور بيساوي الدور. هات العماره الاولانيه، س 2 بتساوي س ناقص 2 بتساوي 4. هو ما انا قايل له ايه؟ س بتساوي 4 زائد 2، يبقى السين يبقى السين تساوي 6 بس كده، صح كده؟ صح. فهم قايل والله الصاد زائد 3 تساوي 5، يبقى الصاد بتساوي 5 ناقص 3، يبقى الصاد بتساوي 2. ما انا راجع فوق شايل له السين ناقص، اقول له السين دي بكام؟ ب6، صح كده؟ والصاد دي بكام؟ ب2. هتقول لي احط هنا 6 واحط هنا 2، اقول لك انت كده حمار وما بتفهم. ليه؟ لان الزوج المرتب الحاجتين بيساووا بعض، يبقى لما انت تحط لي هنا 6 وحط لي هنا 2 ودي 4 و5، يبقى ازاي بيساووا بعض؟ يبقى بيساووش بعض. يبقى اهو هشيل السين ناقص 2 دي واحط الاربعه، واشيل الصاد زي الثلاثه دي واحط كام؟ الخمسه. خلاص دول كده بيساووا بعض عادي. انا جبت له السين جبت له الصاد، والله لو هو عايز السين عندك، عايز الصاد عندك، عايز اثبت ان دي بتساوي دي، شوف هو عايز ايه وانت عملته له. طيب دلوقتي دي بتساوي دي، يبقى السينات بتساوي السينات والصادات بتساوي الصادات، العماره بتساوي العماره والدور بيساوي الدور. س تربيع ناقص 1
تساوي 48 والصاد تساوي الأربعة. ايه ده؟ دي اتحلت. طب ما هي اتحلت خلاص، لازم بقى نقعد نهبط. خلاص هو الصاد بتساوي 4، هو مش حاطط لك هنا حاجات جنب الصاد، هي الصاد بتساوي 4 على طول اهي. طيب س تربيع ناقص 1 هتقول له س تربيع. لا دي تعالى ناخدها تحت عشان انت ما بتفهم. معلش انت بتفهم، انا اسف بهزر معاك. يبقى س تربيع بتساوي 48 زائد 1 اللي هي كام؟ اللي هي 49. طيب خد كده الجذر التربيعي. تقول لي حلها ازاي؟ اقول لك خد الجذر التربيعي. تكتب له كده باخذ الجذر التربيعي للطرفين، اكتبها انت. يبقى الس بتساوي موجب وسالب جذر 49. هتقول لي هو انا جبت الموجب والسالب منين؟ بص، احنا ما فيش حاجه اسمها ان احنا ناخد يعني انت هتاخدها لما تكبر شويه، ولكن لو انت عايز تفهمها احنا لا بلاش انت هتبقى تقيل عليك، بلاش. خلينا كده، انت لما بتيجي تاخد جذر المفروض انت تاخد الجذر، اقولها لك انت تاخد الجذر كده اهو، صح كده؟ مش احنا كاتبين بتبقى اخذ الجذر التربيعي للطرفين، يبقى انا اخد الجذر هنا واخد الجذر هنا. هتقول لي طب ما ده طاير ده، لا ده الجذر التربيعي ما بيطيرش التربيع غير بحاجه اسمها مقياس. فلو انت مش عايز تفهمها ما تفهمهاش، مش مهم، انا بقولها للناس اللي عايز تفهمها. فانت دلوقتي هتاخد الجذر التربيعي ده هيطير مع التربيع، حلو كده صح؟ وهيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك مقياس. طب ما انا عايز اشيل المقياس، فلما باجي اشيل المقياس، المقياس ما بيتشالش غير بايه؟ غير بموجب وسالب. حلو، لو انت فهمتها اهلا وسهلا، لو انت ما فهمتهاش ولا يشغلك ولا هتفرق معاك. انت بتقول له باخد الجذر التربيعي للطرفين، شيل بس التربيع دي كده، فيبقى السين تربيع بتساوي 49. يبقى اذا السين بتساوي موجب او سالب جذر 49. جذر 49 بكام؟ ب7. يبقى السين بتساوي موجب 7. اكيد مش هنكتب له الموجب او سالب 7 بس كده. حلو دي بقى ايه؟ حلها لي انت، انا عايزك تحلها انت مع نفسك عشان اشوف عرفت تحل ولا لا. طيب ده كان الجزء الاولاني من الدرس. احنا خلصنا الزوج المرتب. يعني ايه الزوج المرتب؟ رجعنا عليه والدنيا بقت بسيطه. طيب يعني ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ طيب حاصل الضرب الديكارتي، ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ انت المفروض تكمل الجمله. حاصل الضرب الديكارتي المجموعتين. حاصل الضرب الديكارتي دي حاجه علماء الرياضه اخترعوها لنا. ايه فائدتها؟ والله هي ليها فوائد ولكن حضرتك مش مهم تعرفها دلوقتي. طيب ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ هرجع اقول لك ما ينفعش حاصل الضرب الديكارتي الا تقول لي لمجموعتين منتهيتين او مجموعتين غير منتهيتين. ايه ده؟ هتقول لي هو اصلا في حاجه اسمها حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين؟ هو المجاميع دي في مجاميع منتهيه وفي مجاميع مش منتهيه؟ هو سؤال، هي مش السين دي مجموعه يا جدعان؟ يعني اكيد انت عارف يعني ايه مجموعه. دي علامه المجموعتين، صح كده؟ صح كده اهو، يا رب. دي علامه المجموعتين. المجموعه دي في حاجه اسمها مجموعه منتهيه، في حاجه اسمها مجموعه مش منتهيه. يعني ايه مجموعه منتهيه؟ احنا عندنا مش كان في حاجه اسمها عندنا مجموعه الاعداد الطبيعيه ومجموعه الاعداد الصحيحه؟ الكلام ده هرجعه لك في السبوره الجايه، بس انت فاهمه دلوقتي كده. في عندنا مجموعات منتهيه وفي عندنا مجموعات مش منتهيه. المجموعات اللي مش منتهيه دي اللي هي ملهاش نهايه، هي بتبتدي ليها بدايه، في حاجات ليها بدايه وفي حاجات ملهاش بدايه. والله انت بتبتدي برقم بتقعد الى ما لا نهايه، المجموعه ما بتنتهيش. بس دي هو مجموعه المنتهيه دي بيبقى هو مديها لك زي السين اللي هو مديها لك دي دلوقتي. والله هذه مجموعه 1 و2. حلو كده؟ اظن كده الموضوع بسيط. يبقى 1 و2 مجموعه مجموعه. جميل. يبقى انت كده خلاص فهمت المجموعه. طيب المجموعه الثانيه صاد 3 و4 و5. ايه بقى حاصل الضرب الديكارتي ده؟ حاصل الضرب الديكارتي ده والله هو بيديك مجموعتين اهو ويقول لك اضربهم لي في بعض. هتقول لي هي المجموعين بتتضرب؟ هقول لك بتتضرب بس ما بتضربهم ليش كده تجمعهم بتضربهم، لا اهو بتقول له س في ص بتساوي ا وب، حيث ا بتنتمي لس وب بتنتمي لص. يعني ايه؟ يعني الكلام ده هو مديك مجموعتين، هتقوم عامل كده اهو، تفتح مجموعه كده وتقوم قايل له س في ص بتساوي الكلام ده. ايه الكلام ده يا صديقي؟ بتاخد الاولاني مع الاولاني يبقى 1 و3، بتاخد التاني بتاخد الاولاني مع التاني
يبقى 1 و4. وتاخد الاولاني مع الاخير يبقى 1 و5. هتقول انا كده خلصت، اقول لك لا في تاني، يبقى خد التاني مع التاني، لا مع الاولاني بقى 2 و3، وتقوم واخد التاني مع التاني 2 و4، وتقوم واخد التاني مع الخامس. هتقول لي طب انا كده ارجع اخد التلاتة مع الواحد ولا لا؟ هو قايل س في ص، ادام قايل س في ص يبقى تحط س الاول وتحط ص التاني. الحاجه المجموعه الاولى بتبقى س، المجموعه التانيه بتبقى ص، على حسب ما هو قال. قال س الاول يبقى س الاولى، قال ص الاول يبقى ص هي الاولى. حلو حلو. بتاخد الاولاني مع الاولاني والتاني والتالت والرابع، ولو حتى في مليون بتاخده، وبتاخد التاني مع الاولاني والتاني والتالت والرابع لو حتى برضه في مليون بتاخده. هتقول لي طب ما كده س في ص مش بتساوي ص في س. اقول لك صح. ليه بقى س في ص مش بتساوي ص في س؟ زي ما انا كاتب لك هنا اهو. ليه؟ يا لهوي على ايه بتاعتي، الله عليا والله العظيم متوقع السؤال. فاعمل ايه؟ هقول لك دي س في ص صح كده؟ طب ما تيجي تجيب لي ص في س. هتقول لي ص في س واحد اقول لك لا، ص هي اللي الاول وبعد كده س هي اللي في التاني. هتقوم واخد التلاتة مع الواحد، بعد كده التلاتة مع الاتنين، بعد كده ايه ده؟ طب دول بقوا اتنين بس، طب ما خلاص هتاخد الاربعة مع الواحد، الاربعة مع الاتنين، الخمسة مع الواحد، الخمسة مع الاتنين. طيب هل دي بتساوي دي؟ هتقول لي اه دي واحد وتلاتة ودي تلاتة وواحد. هرجع اقول لك يا جميل ان التلاتة وواحد مش هي الواحد وتلاتة، لان انا لسه عاملها لك هنا لما قلت لك والله دي واحد واربعة وده اربعة وواحد ومش بيساووا بعض. حلو كده؟ حلو كده. يبقى دي س في ص، دي ص في س. هل دي بتساوي دي؟ لا. بس كده.